السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وانتوا تتفرجوا عليا النهارده هنعمل مع بعض ترافل للطم بمكونين بس لو اول مره تشوفوني انا زينب. لو مش مشتركين في قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها اول باول. حلوه جدا، تقدموها ان شاء الله في العيد. طعمها حلو جدا ما يتشبعش من اكلها. عندي في الاول هنا تلت كوبايه من الشوكولاته الدارك، حطيت عليهم معلقه من زيت جوز الهند، حطيتهم في الميكروويف او على حمام بخار. وعندي هنا في الاول كوبايه برده من التمر، حطيت عليها ميه سخنه وهسيبها كده حوالي 10 دقايق تلت ساعه لغايه لما التمر عندي يطرى. وعندي كمان تلت كوبايه من الكاكاو الخام، وهجيب بقى اي كبه واحط فيها التمر بعد طبعا لما اصفيه من الميه، وتلت كوبايه من الكاكاو احطهم عليه وابدا بقى اخلطهم مع بعض كويس كده لغايه لما يختلطوا مع بعض كويس. وهيتكون معايا الخليط كده زي العجين شويه، وهو ده القوام اللي المفروض هنحصل عليه. وهاخد بقى الخليط واحطه في اي بوله عندي. وعندي كمان هنا ربع معلقه صغيره من القرفه ورشه ملح طبعا. وممكن كمان تضيفوا فانيليا. طبعا الخطوه دي كان ممكن المفروض احطهم اخلطهم مع بعض الاول وهما في الكبه، بس انا نسيت، فعادي هخلطهم دلوقتي. طبعا ممكن تستغنوا عنهم، بس رشه الملح يعني هتعادل الطعم بتاع التمر. هاخد بقى مقدار كده معلقه صغيره من الخليط، وهبدا بقى اشكلهم كده على شكل كور. هنيجي بقى لمرحلة التزيين. طبعا الخطوة دي اختيارية، باقي المكونات طبعا للتزيين ممكن ما تستخدموهاش وتستغنوا عنها. طبعا ممكن تزينوه بأي حاجة عندكم. هنا بس هديكوا الأفكار. أنا هنا حطيت حبة في جوز الهند وكمان حبة في سوداني كده مجروش. برضو ممكن أزينه برضو بالشوكولاتة الدارك كده واحط عليه برضو سوداني أو جوز هند، أو ممكن أسيبه سادة. وطبعا بقى ممكن طبعا احطهم عليهم كاكاو كده، يبقى كده مكونين بس كلهم باي توبنج عليهم. طعمهم حلو جدا، ان شاء الله تعجبكم. طعمها حلو جدا، لازم تجربوها، وبالف هنا وشفا لكل اللي هيجربها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. باي باي.